البامية العراقية وصفة مقدسة عند اخواننا العراقيين، تشتهر ببساطتها ونقاوة نكهتها، ما فيها واجد اشياء، لحم طماط وبامية، لكن ما اعرف ليش تطلع من ألذ وصفات البامية. احس من جودة المكونات، خصوصا لما تتقدم مع عيش وشوية خضار وبصل، كل لقمة بتاخذك على العراق الحبيب. نحمس 2 كيلو لحم في رشة زيت، واهم شيء اللحم يكون بلدي وجودته واجد عالية، ولما اللحم ياخذ لون ننزل عليه شوية ثوم. وللبهارات ما نضيف اي شيء، والا ليش حاطة بهارات؟ بيطلع لكم في المنام، لكن انا ضفت ورق غار وعود قرفة بس علشان يفوروا مع اللحم شوية. صراحة انا ما اروم اغلي اللحم بدونهم. نخلط 5 حبات طماط، ننزلهم على اللحم ونزيد ماي لحتى ما يتغطى كل شيء. ولو تحبوا مذاق الطماط يبين، ضيفوا ملعقتين معجون طماط، ونخلي الصفرية تغلي مال ساعة لحتى ما يستوي اللحم. والمرق هذا يبغاله عيش يشربه شرب، يكون نثري ونكهته مميزة مثل عيش كناري. نغسل كوبين ونخليه منقوع في ماي دافي نص ساعة، بعدها ننزله على صفرية مع شوية زيت، رشة ملح وبهارات صحيحة، ونضيف له ماي تقريبا سنتي فوق العيش. نخليه يغلي مال 8 دقائق لحتى ما تشوفوا حبات العيش بدأت تشرب الماي. نغطيه ونخليه ثلث ساعة على أهدى نار، كذا بيطلع معاكم أحلى عيش أبيض نثري، كل حبة تضرب في الصحن كأنها لولو. ولما يستوي اللحم ويذوب ننزل عليه بطل الوصفة. أنا استخدمت البامية المجمدة، أحب طعمها أكثر، لكن لو تريدوا الفريش نزلوها سيدة مع اللحم بالأول. نعطيهم رشة ملح ونحركهم شوية شوية، ونخليهم نص ساعة على ما تستوي البامية. وللتقديم نحط شوية خبز على الصحن، ننزل عليه الموزات والبامية الذايبة الشاربة كل النكهات، ونسقيهم أحلى وأدسم مرق أحمر ممكن تذوقوه. نقدمهم مع شوية خضار وبصل ومخلل، وعليكم بألف عافية.